السلام عليكم، اهلا وسهلا بالجميع. صحة رمضانكم وصحة فطوركم اذا شفتوا هذا الفيديو بعد الافطار. اليوم ان شاء الله راح يكون تحل تمارين او درس تام من نصيب سنة ثالثة متوسط. راح نحلوا اول تمرين وثاني تمرين ثالث تمرين، وقتاش يوصلوكم الله اعلم حسب الانترنت اللي عندي، يعني قادر يوصلكم العام الجاي. اول تمرين راكم تشوفوا فيه راح نحلوه مع بعض. راح نبدا نقرا التمرين وفي نفس الوقت راح نعبروا او نمثلوا واش راني نقرا لكم في الشجره تاع التفاح اللي كتشوف فيها راني راسمتها هنايا. نعبروا هنا راني راسمه شجره تاع التفاح كتشوفوا فيها، وراح نبدا نعبر. شجره التفاح اخذت منها فاطمه حبه تفاح. هاي فاطمه وجدت من الشجره. وعلي اخذ ضعف ما اخذته فاطمه. ضعف يعني 2، كاين 3 أضعاف يعني 3 المهم فاطمة هي كي تعرفوا شكون هو ولا شكون هو الإكس هذا أهم شيء. علي أخذ 2 بينما أخذ جمال ضعف ما أخذته فاطمة و4 حبات، وبقي في الشجرة 20 حبة تفاح. إذا مش عندنا في التمرين تاع فاطمة، 2 تاع علي، 2 زائد 4 تاع جمال، والباقي هو 20 حبة تفاح من غير ما يكون عندها على هذه 20 حبة. ما درناش لأنه ما عندها حتى علاقة بفاطمة، يعني 20 صافية صح. نروح نعبر عليهم هذو في معادلة. فاطمة هي قبل ما نعبر عليه راح نلقى لكم السؤال. عبر بدلالة ملي كيكون عبر بدلالة في التمرين الاخر يقول عبر بدلالة اكس. في التمرين الثاني كاين عبر بدلالة اكس. عبر بدلالة عن عدد حبات تفاح الشجرة. عندنا عدد حبات تفاح الشجرة، هاي الشجرة قطفناهم وحطيناهم قدامنا. فاطمة زائد علي 2 زائد جمال 2 زائد 4، والباقي كانوا 20 حبة. نروح ندير المعادلة تاعي، نكتبو زائد 2 زائد 2 زائد 4. هاك تشوفوا هذا فاطمة علي وجمال زائد 20. نروح نحل الأقواس. زائد 2 زائد 2 زائد 4 زائد 20 صح تساوي. أنا علمتكم كي تروحوا تحلوا معادلة، هذه معادلة تحلوا معادلة أو أي شيء قلنا نديروا الحروف أو اللي عندهم الحروف مع بعض والأرقام والأعداد مع بعض، أو إذا كان عندنا درجة ثانية نحطوا درجة ثانية الأولى درجة أولى وما نكملوا صح. هنا راهم قدام بعضهم مرتبين ما يشقاوش عليهم. واش عندنا هنا؟ هذا الأكي تشوفوا هكا وحده يعني عنده 1. نفتح قوس 1 زائد 2 زائد 2 1 زائد هاي 2 زائد 2 هاي 2 ديناها ثان متفقين عليها تبان صح. 1 تاع فاطمة، 2 تاع علي، و2 تاع جمال. هذو قاع يمثلوا زائد هذو نجمعوهم يعطونا 24 تساوي نجمع هذو يعطوني 5 زائد 24. هذه هي المعادلة تمثل عدد حبات تفاح الشجرة. نظن واضح صح. سؤال ثاني واش يقول؟ واضحة هاي صح. سؤال ثاني واش يقول؟ ما هو عدد حبات التفاح إذا علمت أن فاطمة أخذت 3 حبات؟ يعني بطريقة غير مباشرة قالوا لنا يساوي 3 حبات، لأنه فاطمة تمثل عدد واش نديروا؟ نروحوا هذه المعادلة نعوضوا فيها، نكتبوا يساوي 3 ونبداو نلقاو نحطوا 3. 5 في 3 زائد 24 وتساوي 15 زائد 24 وتساوي 2 والواحد 3 والربعة والخمسة يعطونا 9. 39 حبة من التفاح الموجودة في حبة تفاح موجودة في الشجرة. تمرين يبان صعب ولكن هو أسهل ما يكون. حليناه في ظرف وجيز، تقدروا تقولوا الفيديو في 5 دقائق. إذا كان واضح راح ننتقل للتمرين الثاني إن شاء الله في الفيديو الثاني.